اليوم غنطرحوا سؤال: فين هي الثروة؟ والجواب غيجينا من الحكومة صادم. الثروة كاينة بجيوبكم أيها المواطنين من خلال القانون المالية 2023 اللي بغات تمر الحكومة وتصادق عليه، غادي تضرب جيوب المواطنين سواء كانوا الطبقة الوسطى، فقراء ومعوزين. ولهذا السادة المحامين وقفوا وقفة احتجاجية أمام البرلمان لإسقاط هذا القانون ديال الميزانية وديال المالية ل 2023. وغنقول للاخوان البرلمانيين، هاد الفلوس اللي كياخذوا هاد الناس راه حرام. لان علاش؟ هاد السيد تجاوز الخطوط ديالو وبدا كيشرع في الوقت اللي هما الدور ديالهم تيتخلصوا على قبل التشريع، وهما مغمضين عينيهم. واش ميمي؟ واش تجاهل؟ واش عجبهم الكرسي؟ اللهم ان هذا منكر. واللي بغى يدير شي حاجه مع المواطن يخرج عنده قود، ما يجيش عندنا حنا ماشي حيط قصير. اللي باغي يقلع المواطن ويشفر المواطن ويدير العصابه ويبيع ليه المحروقات ويشعل فيه العافيه، واللي بغى يخاصم المواطن مع الدوله يخرج عنده قود، تكون عنده القدره والميكانيزمات باش هذا. الناس ما عندهمش كاريزما، كيضرك شي مورا شي، وملي كيبغيو هذاك كيضربوا بصاحب جلاله. السيد الوزير يعرف القدر ديالو، هو وزير التجهيز في وزاره العدل، فكنقول له يرجع شي شويه، وذاك الغرور ديالو وذاك التنقاص ديالو راه ما غيوكلوش الخبز. انا كنقول الوزير وهمي، بغيت نقول وهبي، راه دار شي حاجه اللي فوق القدر ديالو وما قادرش عليها. راه الا كانوا الناس يديروا شي حاجه ملي كانوا كيبغيو يدفنوا السمعه كانوا كيحفروا لها. هذا راه جا وبدا كيبني. 2023 كيضرب في العداله الضريبيه بين المواطنين. غادي يولي المواطن ما يقدرش يمشي للمحكمه ويطلب الحق ديالو، والسبب هو العجز المادي. التكلفه ديال باش يفتح الملف للتقاضي غيولي 7000 درهم، ولا مشات ليه الارض ديالو خاصو 10000 درهم، والمراه اللي هي كتطلب طلاق او معنفه خاصها 7000 درهم، والمحامي خاصو ياخذ من عندك الاتعاب ديالو سير بلاص. وهذا الشيء اللي ما بغاوش. وهذا القانون كيمس الجيوب ديال المواطنين والقدره ديالهم. بالاضافه ما غيكونش عدل في الضريبه بين الناس، في حين ان الدستور المغربي كينص على ان كل مواطن خاصو يساهم في الخزينه او لا في النفقات العموميه والضريبه على حساب الامكانيات ديالو. اذا اللي كيدخل بزاف كناخذو من عنده على حساب ديك القدر اللي كيدخل بزاف، واللي كياخذ شويه راه كناخذو منه شويه، ولكن تيكون واحد التساوي. يعني كلنا كنساهموا، ماشي بحال حنا الشركات الكبار غننزلوا لهم يعني من 15 اللي هما كيتعتبروا مساهمين في رؤوس الاموال في شركات اخرى او غيرها وكبار في راس المال ديالهم، وناخذوا من عندهم غير 10%. والشركات والمقاول الذاتي وغادي ياكلوا العصا. غادي يولي الا فات واحد القدر ديال المداخيل او داك الرواج، غادي نقولوا له من 1% تعال المقاول الذاتي خلص ليا 30%. اللهم ان هذا منكر. هادشي خصو يتعاد فيه النظر. ولهذا المحامين داروا وقفه احتجاجيه وكيطالبوا من الحكومه باش تسقط هذا القانون ديال الماليه اللي غيزيد يهرس ويدقدق الطبقه الوسطى والطبقه الفقيره، وغادي يخلق لنا مشاكل لا تحمد عقباها. كنطلبوا الله يتجنب بلادنا الكوارث والمشاكل. يعني ما كان ارتاحوا من المشكل حتى كيخرج مشكل واحد اخر. يعني ما كتساليش هذه الحكومه في المسلسل ديال الزيادات او لا الخرجات والمفاجآت. ومع اخنوش راه مش حتقدر يغمض عينيك. يعني حكومه مسلسلها لا ينتهي، بحال شي مسلسل تركي ما كيساليش، كل مره التشويق والاكشن كل مره. الله يدير شي ويدير الخير. خليو التعاليق ديالكم اسفل الفيديو، الاراء ديالكم، شاركونا الحوار، والسلام عليكم. نشكركم على حسن المتابعة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد. إلى اللقاء.